السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شهد مونديال كأس العالم في قطر تأهل تاريخي للمنتخب المغربي، وهذا بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد، ليصبح بذلك أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم، يواجه بذلك المنتخب المغربي منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي. المباراة شهدت لقطة رائعة من الدون كريستيانو رونالدو، فرغم خسارة منتخب بلاده بهدف دون رد إلا أنه ظل على أخلاقه، فالأسطورة يبقى أسطورة، وتعامله مع لاعبي المنتخب المغربي يبين ذلك، خاصة في هذه اللقطة أين ذهب إلى لاعب المنتخب المغربي المصاب ليطمئن عليه، والكثير من اللقطات الأخرى التي جعلته يدخل إلى قلوب جميع المغاربة والعرب. رغم أن المنتخب المغربي فاز إلا أنها كانت ليلة حزينة على الجميع، وهذا بعد إقصاء رونالدو من كأس العالم وبكائه.